تمام كده فهمتوا الجزء ده؟ تمام. ما فهمتش الحته دي. تمام. Ray Nova. عمرك كنت قاعد في درس او ميتنج وفي سؤال واقف في زورك بس خايف تتكلم وحاسس ان التركيز كله هيبقى عليك والسكوت هيعم، ولو السؤال طلع بديهي شويه هتبقى كرينج والناس هتاخد فكره عنك وحشه. المشكله مش في ذكائك، المشكله في فخ مخك نصبهولك. تعالى اقول لك العلم قال ايه وازاي تفك القيود ديت وتعيش بقى بجامد. فحضر قهوتك كده عشان مع برونوفا اللي جاي انفجار كله معرفه وضمان. في علم النفس في ظاهره اسمها سبوت لايت افكت. تخيل انك واقف في ضلمه وفي كشاف نور ضخم متسلط عليك لوحده، ده بالظبط اللي عقلك بيصوره لك وانت وسط الناس، والحقيقه ان محدش فاضلك اصلا، كله مستكفي في فيلم الخاص. صاحبك اللي جنبك مش بيفكر في سؤالك اصلا، ده بيفكر في الستوري اللي رفعه الصبح وما جابش ريتش فمسحه، والبنت اللي وراك مش مركزه في لخبطه كلامك، خايفه لا يكون الفلتر اللي كانت مستخدماه في الفيديو يكون اتمسح وشها يبان على حقيقتها وهي مش دريانه. ودراسه جامعه كورنيل اكدت ده، والكل خايف من التحفيل. زي ما الامام الشافعي قال: رضا الناس غايه لا تدرك. يعني لو شعللت صوابعك ال10 شمع عشان تعجبهم مش هتعجبهم في الاخر وهيعملوا لك سكيب. فركز في مصلحتك احسن. الفرق ما بين الشخص المهزوز والواثق هو المنطق اللي بيدير بيه دماغه. عندك الاولويات، المهزوز راي الناس هي بوصلته، والواثق بيطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. فهو بيتعلم ويسال عشان ينفع نفسه وينفع غيره. والمهزوز كلمه توديه 10 تجيبه. الواثق بيستقبل النقد بذكاء، لو في فايده بيشيلها فوق راسه، ولو مجرد هبد بيعمله بلوك ويشيله من دماغه. المهزوز بيستخبى ورا لبسه وبرانداته، والواثق عارف ان قيمته في معدنه. زي ما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تغرنكم طنطنة الرجل، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. التابعي مجاهد قال: لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. الكسوف في المواقف دي مش أدب، ده ضياع فرص. وافتكر مدح السيدة عائشة لنساء الأنصار إن الحياء ما منعهمش للسؤال والتعلم دينهم. الثقة مش جنان، الثقة عضلة. فأنا هديك ال3 قواعد دول تتدرب عليهم. أولهم قاعدة ال5 ثواني. أول ما يجيلك أي فكرة عد من 5 ل1 تعدي تنازلي وطبقها فورا قبل ما مخك يفرملك. وسيدنا علي بن أبي طالب قالها لك باختصار: إذا هبت أمرا فقع فيه، فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه. يعني ارمي نفسك في الحاجة اللي أنت كنت خايف منها وهتكتشف إن البعبع أصغر من اللي أنت كنت متخيله. تاني حاجة إعادة تسمية المشاعر. في هارفارد اكتشفوا إن الخوف والحماس لهم نفس التأثير الجسدي، ما بين قوسين سرعة ضربات القلب. فعندك التكنيك، بدل ما تقول أنا مرعوب اضحك على مخك وقول أنا متحمس، وخد نفس عميق وقول أنا متفائل وجاهز، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب التفاؤل الحسن. تالت حاجة جرب تعمل تجارب فاشلة بسيطة قاصد. اسأل سؤال تافه وشوف رد الفعل، هتكتشف ان السما ما انهارتش والدنيا لسه ماشيه عادي. في الحاله ديت مخك بيبني مسارات عصبيه بتقول انا اقدر اواجه الناس واعيش عادي. الثقه مش انك تضمن ان الكل هيحبك، الثقه انك تدخل اي مكان ومش فارق معاك هيحبوك ولا لا. مفيش حد الكل هيحبه، حتى الانبياء كان لهم اعداء. فما تحبسش نفسك في فكره غلط، روح الدرس الجاي واكتشف ان العلم خزائن مفتاح السؤال، واكسر وموت الخوف قبل ما يضيع فرصتك. ولو حسيت ان الفيديو افادك ابعته لصاحبك اللي بيجيش من الزحمه، وما تنساش اللايك والاشتراك والكومنت، وطبق الكلام ده قبل بكره. سلام.